بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، السلام عليكم خياتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو تاعي تاع نهار اليوم في احسن الاحوال واحسن الظروف يا رب. فيديو جديد البنات ونهار جديد. الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم عبارة على روتين خفيف ظريف. جبته معاكم البنات، بديته معاكم من الفجر حتى المور العصر. شاركتكم واش درت في كامل هذاك كيما نقولوا حنا هذيك الصبيحه. هنا خواتاتي كانت عندي كوموند نتاع كاطو ولا طلبيه تاع حلويات. هنايا يعني بالفيديو تاعي ولا الروتين بديته معكم من الفجر. بطبيعه الحال هنايا كنت صليت الفجر، قرينا شويه قران، ذكرنا ربي. واول حاجه درتها هنايا للشيرات قبل ما ندير القهوه الطيب، ندير هاد البقلاوه هي الاولى طيب. كما قلت لكم كانت عندي كوموند، يعني 3 انواع نتاع الكاطو، بقلاوه البنات ومشوك وصابلي برستيج. هاد البقلاوه للامانه خدمتها في الليل وغطيتها وخليتها ريحت حتى للصباح كما راكم تشوفوا، باش راني عاد رايحه نطيبها. هنا راكم تشوفوا الماعين اللي لا مفر منهم، تصبحي عليهم وتباتي عليهم. هنايا ندير البقلاوه تاعي طيب ونروح نفرزهم كامل عاد باش ندير القهيوه تاعي الطيب. هنايا كما راكم تشوفوا درت البريقه تاعي راه فوق النار، خليت الماء يسخن باش ندير القهوه تاعي طيب على خاطرها. هنايا راح ندهن هاد البقلاوه، يعني ندهن لها الوجه تاعها بشويه تاع الزبده وندخلها طيب. ندخلها طيب، يعني هذاك هو ما نجي انا نشرب قهوتي البنات حتى تكون طابت. ندخلها البنات الطيب، وهنايا مباشره يعني من بعد ما شربت القهوه وفرزت هذوك المواعين، اول حاجه نديرها الفطور تاعي ولا الغداء تاعي طيب. يعني كل شيء على التنظيم. هنا انا كي تكون عندي خدمه ولا كوموند هكا تاع كاطو البنات، اول حاجه نديرها يعني ونزرب في الخدمه تاعي باش هكا يعني يبقى كيما نقولوا حنايا ننظم الوقت نتاعي ونشرب قهوتي ليه والنوض، باش هكا يبقى لي الوقت يعني نخدم صوالحي بكري ونريح. هنايا راح ندير الفطور تاعي ولا الغداء تاعي اللي كان عباره على حمص دوبل زيت، وبغيت نشاركه مع خواتاتي. كما راكم تشوفوا عندي هنايا كميه تاع الحمص، يعني على حساب افراد العائله وكل وحده وطريقتها كيفاش تخدم هذا الحمص دوبل زيت. انا عندي كميه تاع الحمص اللي شمختها ليله من قبل. هنايا البنات انا الحمص كي نشمخه ما نزيد له لا بيكربونات لا خميره الحلوى، يعني نشمخ الحمص عادي من بدون اي اضافات. هنا كيما قلت لكم شمخته ليله كامله، وهنايا الصباح كنت شللته مليح يعني غسلته مليح. هنا واش راح نحتاج معاه؟ عندي حبيبه تاع البصل، عندي الثوم، الكمون وفلفل كحل، الزيت والملح، هذا ما راح نحتاج. هنا اول حاجه نديرها راح نجيب الاشوار تاعي ونرحي هذيك الحبيبه تاع البصل. يعني هنايا البنات البصل تاعكم والثوم لازم ترحيهم يكونوا رقاق، ما ترحوهمش خشان، يعني لازم يكونوا رقاق باش ما يجوكمش باينين في كيما نقولوا حنايا في لاصوص نتاعكم. وما في نفس الوقت كي ترحوهم رقاق يعني راح يخثروا لكم لاصوص تجيكم عاقده. هنايا من بعد ما قطعت هذيك البصل في الاشوار راح نزيد نقطع هذوك الفصوص تاع الثوم. هنا ماذا بكم تزيدوا شويه الثوم البنات، باسكو هذا الحمص دوبل زيت يحب الثوم، يعني يعطيه بنه ويجيكم ما شاء الله، يعني يجيكم مبنين. هنايا من بعد ما رحيت هذيك البصل وهذاك الثوم جبت لا كوكوطه تاعي، راح ندير فيها هذيك الكميه تاع الحمص. كما قلت لكم الحمص يبقى على حسب العائله تاعكم. درت ديك الكميه تاع الحمص، زدت عليها هذيك الحبه تاع البصل كما راكم تشوفوا، يعني راني راحيتها رقيقه تماما. هنايا يقولوا لي البنات مبروك شريت كوكوط جديده، كاش نهار راح نشاركها مع خواتاتي. يعني هنا ما بقاليش كما نقولوا حنايا ما كاش عندي الوقت باش نصورها لكم، يعني وصلتني راهي في شحال، راه عندها سمانه ولا، يعني هادو الكوكوط البنات اللي يجوا 2 في 1. كاش نهار راح نصورها لخواتاتي بالتفصيل الممل. المهم هنايا كما شفتوا درت هذيك البصل وهذاك الثوم اللي كنت رحيتهم، زدت عليهم شويه تاع الملح، وهنايا راح ندير عليهم كميه تاع الكمون. هنا الكمون البنات يعني ديروا حوالي مغرفه صغيره، ورشه تاع الفلفل الكحل. يعني هذا الحمص دوبل زيت يبغي الكمون، يعني قد ما ديري له الكمون قد ما راح يجيك بنين. هنايا ندير الزيت، هنايا لازم نديروا نزيدوا شويه تاع الزيت. هنا البنات هما نورمالمون يخدموه بالزيت الزيتون، مي انا اختكم ما نبغيش الزيت الزيتون، يعني الصراحه زيت الزيتون ما كيما نقولوا حنايا ما ناكلهش كامل يا البنات، وما نبغيش لهيك ما نبغيش كيما نقولوا هذا الصوالح اللي فيهم زيت الزيتون ما نحبش الصراحه نديره. هنايا نتوما تبقى عندكم، يعني اللي تبغي زيت زيتون دير زيت زيتون. انا هنايا درت زيت العادي، مي زيت شويه حوالي فنجان تاع الزيت، باسكو هو يبغي الزيت البنات لا هيك مسمينه حمص دوبل زيت، يعني يجي شويه ما يدوم ولا شويه فيه الزيت بزايد. هنا كيما شفتوا قليتها واحد شويه، يعني واحد ل5 دقائق هكذاك، وراح نمرق. هنايا راح نمرق بالماء سخون. هنا اذا كنتوا يعني ما تقلوها ما والو تقدروا ديروا كل شيء بارد في بارد وتغرقوا لا كوكوط تاعكم.
انا هنايا من بعد ما قليتها شويه زدت لها هنايا الماء، راكم تشوفوا يعني درت الماء سخون. ديروا الكميه تاع الماء باش يطيب لكم الحمص على حساب الحمص البنات. هنايا البنات كيما راكم تشوفوا من بعد ما مرقتها نغلق الكيكوطه تاعي ونخلي الحمص نتاعي يطيب على خاطره. يعني هنا لازم الحمص نتاعكم يطيب زبده، يعني لازم يطيب مليح البنات، ماشي غير شويه ويجيكم يابس، لازم يكون طايب زبده. هنا غلقت الكوكوطه تاعي وخليتها طيب على خاطرها، ومن بعد رحت مباشره نقيت هذاك لافابو. راكم تشوفوا غسلت دوك الماعين تاع القهوه. هنا صراحه كانوا ناضوا الشيرات خواتاتي يتقهواو. غسلت الماعين يعني، واختي هنايا كل وحده واش قابضت. وحده راحت يعني اختي قالت لي انا نروح نسيق لك البيوت وكامل، وانايا كملت هنايا صوالحي. هنايا كانت طابت البقلاوه تاعي، يعني كانت دات هنا واحد الساعه و20 دقيقه، يعني درتها طابت على خاطرها كيما راكم تشوفوا تحمرت ما شاء الله. من بعد ما خرجتها عسلتها وخليتها بجيه. يعني هنا كانت عندي كوموند كيما نقولوا حاجه قليله ماشي بزاف. غطيتها البنات هنايا من بعد ما عسلتها راح نغطيها ونخليها بجيه يعني تتشرب هذاك العسل تاعها. ورحت كملت باقي الصوالح اللي كانوا عندي. كيما قلت لكم هنايا كانت عندي بقلاوه ومشوك وصابلي برستيج. راكو عارفين الكاطو البنات والتحريره تاعه، مي لازم كي تكوني منظمه الوقت تاعك ومنظمه الشغل تاعك راح كيما نقولوا حنايا راح تتغلبي عليه. يعني انا هنايا الصراحه وللامانه كي اذن العصر كل شيء كنت مكملاته، يعني كل شيء كان واجد وخلاص. هنايا يعني من بعد ما كيما شفتوا طفيت البقلاوه تاعي عسلتها وخليتها بجيه، رحت مباشره عجنت الصابلي طيبته ما صورتهاش معكم. يعني قلت لكم هذا روتين البنات شاركتهم واش درت فيه، ما شاركتكمش الوصفات. بصح اذا حبيتوا اي وصفه من هاد الوصفات خلوا لي في لي كومونتير. هنايا كيما قلت لكم عجنت الصابلي طيبته خليته بجيه يبرد، ورحت هنايا ان كذلك ندير المشوك، نخلط المشوك تاعي باش كذلك كيما نقولوا حنايا نديره يطيب هنايا كيما راكم تشوفوا. من بعد ما خلطته راني نوزن فيه هنايا ندير يعني باش تجيني هكا كل حبه وحدها كل حبه على اختها الشيرات، باش ما تجينيش حبه كبيره على حبه. ولا كيما راكم تشوفوا هنايا راني ندير الميزان تاعها من 22 حتى 24 غرام. تجيكم هذيك هي الحبه، يعني كيما نقولوا حنايا الحبه تعمر العين وتعمر الفم، يعني ما نديرش حبه صغيره كيما نقولوا حنايا ما تعمرلكش عينك وما تعمرلكش فمك. هنايا ندير الميزان تاعها البنات من 22 حتى 24 غرام كيما راكم تشوفوا، يعني ويجي واحد المشوك ما شاء الله. كما قلت لكم اذا حبيتوا اي وصفه من الوصفات خلوا لي في الكومونتير ونخليها لخواتاتي. هنا كما راكم تشوفوا طيبت المشوك نتاعي عسلته، راكم تشوفوا تحمر لي ما شاء الله. ورحت لميت هذوك المواعين، راكم تشوفوا اليوم قصتي قصه البنات مع المواعين. وراكم عارفين خواتاتي الكاطو يستهلك المواعين بالبزاف في هذاك الوقت. يعني هنايا الحمص تاعي كم طاب راح نكمل، يعني كيما نقولوا نكمل فطوري. هنا يعني تقريبا كل شيء راه واجد في الكاطو. هنا راكم تشوفوا خواتاتي الحمص يعني راه طاب زبده، لازم تخلوه يطيب مليح. راكم تشوفوا خواتاتي لازم يطيب لكم مليح باش يجيكم بنين ويجيكم شباب. هنا واش راح ندير، راح ندي كميه من هذاك الحمص وكميه من هذيك لاصوص. راكم تشوفوا الشيرات بهذه الطريقه، وراح نرحيها بالبراميكسور. يعني هذا الطريقه البنات باش كيما نقولوا حنايا لاصوص نتاع الحمص تجيكم مجمره وتجيكم خاثره، ما تبقى لكمش كيما نقولوا حنايا غير الماء وحده. انا كيما شفتوا ديت كميه من هذاك الحمص وكميه من هذيك لاصوص، وراح نضربها بالبراميكسور ولا نطحنها بالبراميكسور بهذه الطريقه. اللي ما عندهاش البراميكسور تقدروا تطحنوها في الاشوار. راكم تشوفوا البنات بهذا الشكل، يعني نطحنها مليح ومن بعد نروح نفرغها فوق هذاك الحمص تاعي ولا في هذيك لاصوص نتاع الحمص باش تزيد تخثر لنا الحمص وتزيد كيما نقولوا حنايا تجينا لاصوص نتاعنا مجمره وتجينا بنينه. يعني انا هذه هي الطريقه تاعي البنات في الحمص دوب الزيت ويجي ما شاء الله، يعني يجي بنين روعه. ننصحكم تجربوه بهذه الطريقه. انا كما راكم تشوفوا فرغت هذاك الكميه تاع الحمص اللي كنت رحيتها ولا هذيك العقده تاعي اللي كنت رحيتها. هنايا واش راح نزيد، راح نزيد عليه هنايا خواتاتي مغرف نتاع كمون. يعني هذا الحمص دوبل زيت البنات كيما قلت لكم يبغي الكمون، قد ما ديري له كمون قد ما راح يجيك بنين. هنايا راح نزيد له مغرف صغيره تاع الكمون. واذا كان الكمون يعني طحنتيه في الدار يعني على يدك يكون احسن واحسن، يعني البنه تاعها تجي ما شاء الله. انا هذا الكمون البنات طحنته على يدي، يعني جبته حب وطحنته على يدي، يعني يطلق لكم واحد البنه في الماكله ما شاء الله احسن من اللي تشريه مدقوق، يعني يجيك غير التراب ما تجي فيه لا بنه لا ريحه.
هنا كيما راكم تشوفوا من بعد ما درت الكمون خلطت شويه راح نغلق يعني المرميطه تاعي ولا الكوكوطه تاعي ونخليها يزيد يتجمر لي وتزيد تخضر لي هذيك المرقه. في هذاك الوقت يعني بعد ما يوجد لي الفطور انا هنايا كنت يعني درت المشوك تاعي كيما نقولوا حنا راني ندير له في اللمسات الاخيره تاعه. درتها في لي كيسات راكم تشوفوا هادو الكيسات يعني البلاستيك تاع المعسلات. ودرت له هنايا حبيبه تاع لي سوغيس من الفوق. ودرت له هنايا وريقات تاع كيما نقولوا حنا هذاك الورق الذهبي باش هنايا البنات يعني كيما نقولوا حنا نكسروا هذاك اللون يزيد يعطينا نظره. كما راكم تشوفوا الشيرات يعني هنا الصراحه كانت معايا اختي للامانه يعطيها الصحه ساعه عاونتني فيهم. يعني المعاونه البنات والله غير تنفع كي تكون المعاونه كيما هاك تنفعك خير وخير. هنا كيما راكم تشوفوا راني ندير لها كيما نقولوا حنايا في التزيين نتاعها الاخير باش نوجده. وهنايا الصابلي تاعي كنت وجدته كذلك كنت يعني خدمت له زبده كيما نقولوا حنا كريمه الزبده بذوق النسكافي لصقته البنات ودرتها في الكونجيلاتور باش يحكم لي روحه باش نقدر نكلاصيه بالشوكولا يعني باش كيما نقولوا حنا تسهل عليا في الخدمه. يعني كي ديروا الصابلي تاعكم البنات تلصقوه وديروه في الكونجيلاتور يعني راح يسهل عليكم العمليه ويسهل عليكم الخدمه باش كي تجي تكلاصيه بالشوكولا يجيك ساهل. هنايا كما راك تشوفوا الفطور تاعي كان وجد البنات راكم تشوفوا هاوليك الحمص تاعنا دوب الزيت كيفاش جا يعني لاصوص نتاعه جات خاطره ما شاء الله وجات بنينه روعه البنات. ننصحكم تجربوه بهذه الطريقه وكل وحده وطريقتها خواتاتي كل وحده وكيفاش تخدمه وكل وحده وكيفاش تتحكم في الكوزينه تاعها وكيفاش تتمشى بها. يعني دائما نقول لكم الماكله راهي اذواق واشكال وكل وحده وعلى الذوق تاعها وكل وحده واش تبغي. هنايا يبقى لي غير نحط الفطور تاعي كما راكم تشوفوا يعني يجيكم مبنين ما شاء الله. هنايا قطعت حبيبه تاع البصل يعني الحمص دوب الزيت لازم لك البصل وكما قلت لكم ولازم زيت زيتون. يعني الصراحه الوصفه الاصليه البنات تجيب الزيت الزيتون مي انا اختكم ما نبغيش زيت زيتون البنات. هنايا هذا الطبسيل البنات درت فيه زيت زيتون باسكو مول الدار كامل يبغي يعني يبغوا ياكلوا زيت الزيتون مي انا ما عندي في حاجه. كما شفتوا حطيت هذاك الحمص درت شويه تاع البصل شويه تاع الهريسه درت شويه تاع زيت الزيتون وشويه ورشه خفيفه تاع الكمون راكم تشوفوا كيفاه يجي ما شاء الله. يعني خير من اللي تشريه من برا ما تعرفي كاش يعني خادمينه. يعني وكما قلت لكم انا هذه هي الطريقه تاعي وكان هذا هو الفطور تاعي. يعني حطيت كما نقولوا حنا في الطابله اللي نتلايموا بها يعني ما كاش كيما لما البنات كما نقولوا حنا خير من هذاك البريستيج كامل. هاوليك البنات الحمص تاعنا هنايا كنت زدت شويه تاع سلطه وكذلك قريت هنا شويه تاع الفريت وشويه هنايا شويه تاع الحار. راكو عارفين البنات البرد لازم الحار. الحمد لله يعني اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. هنايا فطرت خواتاتي ولميت مواعيني غسلت كامل هذوك المواعين نقيت كوزينتي كيما قلت لكم شاركتكم غير مقتطفات ورحت يعني هنا كان باقي لي غير الصابلي نكلاصيه بالشوكولا وخلاص. هنايا يعني من بعد ما كملت كامل هنايا من مور العصر يعني العصر كنت كملت كلش. بغيت نصور لكم يعني باش تدوا افكار كاينه اللي تحب تخدم هكا في دارها تدي فكره على التزيين وكامل. هاي لك البقلاوه تاعي البنات كيفاش جات تجيكم ما شاء الله وتجي معسله والحشو نتاعها يجي طري يذوب في الفم. وهنايا كذلك المشوك تاعي هاوليك وجد. كيما قلت لكم اخواتاتي اللي حبت اي وصفه من هاد الوصفات خلوا لي في لي كومونتير ونشاركها مع اخواتاتي. هنا المشوك تاعي هاوليك من بعد ما زينته درته في لي كيسات كيما قلت لكم درت له هنايا نص حبه تاع لي سيريز وزدت عليه ورق الذهبي كيما نقولوا حنا باش يزيد يعطينا نظره. هاوليك يعني يجيكم معسل ويجي يعني مرمل من الداخل يعني المشوك الاصلي عفوا الوصفه الاصليه البنات يعني ما زدت فيها ما نقص. يعني نخدم بالوصفه الاصليه تاعي خواتاتي. وهنايا هاوليك الصابلي تاعي اللي كنت كيما قلت لكم خدمته كنت حشيته هنايا بكريمه الزبده بذوق النسكافي ودرت له يعني الحشو كذلك من الداخل توفيا كراميل. وهنايا كنت كلاصيته بالشوكولا بيضاء درت له شويه تاع هذاك الناقخي وزينته البنات بهذيك الوريدات مخدومين بعجينه السكر. ونقول لكم حبوباتي كان هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم والروتين تاعي تاع نهار اليوم روتين خفيف ظريف نتمنى يعجبكم ونتمنى ينال رضاكم. اذا عجبكم البنات ما تنسونيش من لي جيم ونقول لكم حبوباتي في امان الله وحفظه. سلام.